شايفين المشمشات ما احلاهم؟ اليوم رح نعمل لكم مربى المشمش، شيء رائع جدا، شرفوا معنا. عندي مثل ما شايفين كيلين مشمش، وفي عندي هون كيلو 400 سكر. لكل كيلو مشمش بدي 700 جرام سكر. هلا هي المشمشه بدي اقسمها بالنص بايدي او بالسكين، بنفلها بهالشكل هذا، بقيم البذره تبعها وبصفها بهالطنجره اللي عندي او اي وعاء موجود. يعني كل الكميه عندي بدي اسويها بنفس الطريقه، بدي اخلي هيك وشهم لفوق مشان اغمرهم بالسكر. هي عندي اول طبقه جاهزه بدي اغمرها بالسكر بهالشكل هذا، برد بعمل الطبقه اللي فوقها. طبعا هذول المشمشات انا غاسلهم ومنشفهم وشيء على العالي، يعني مو شايفين حاطط مصفايه مشان ننشف المي تبعهم. وهي اخر وجبه عندي على الوش، نغمرها بالسكر بشكل مزبوط. وهلا اخر شيء بغطيهم وبنخليهم مثل ما قلنا ساعتين ثلاثه برات البراد، بعمل لهم تقليبتين ثلاثه، وبعد ما بحطهم بالبراد للصبح بيكونوا جاهزين باذن الله للطبخ. وهي بعد ليله كامله بالبراد بنشوف شلون صاروا معنا. المشمش صفى المي كلها تبعاته، شايفين ما احلاهم ما شاء الله. طبعا انا بهالليله هي حركتهم 4-5 مرات، قلبتهم بهالتقليبه هي مثل هالتقليبه هي، شايفين بهالشكل هذا. هلا هيك صاروا جاهزين، بدي اخذهم على الغاز احطهم على نار متوسطه. مثل ما شايفين بعد 10 دقائق الرغوه صارت تطلع عندي. بدي هي الرغوه كلياتها قيمه، كل ما بتطلع هي الرغوه بحاول قيمه، لانه هي بتخلي المشمش عندي يحمض اذا تمت بقلبه. فلذلك كل ما طلع عندي رغوه بقش هاي الرغوه كلياتها. ومثل ما شايفين انا ما عم بشتغل بطنجره الومنيوم، عم بشتغل بطنجره مدهونه، لانه هلا بدي نزل حمض الليمون، بدي نزل شويه ليمون معها مشان ما تسكر معي، فما بنصح بطنجره الالومنيوم نهائيا. هلا بعد ما وصل لنا شي 25 دقيقه تقريبا، شايفين شلون انا قشيت الزفره قدر الامكان. هلا في عندي هون تقريبا شي نص ليمونه بدي انزلها فوق منهم مشان ما يسكروا معي، وكمان بدعمها بشويه حمض الليمون رشه صغيره هيك براس المعلقه. يعني قدر الامكان بدي اخلي طرف الطنجره نظيف عندي، كل ما توسخ هيك بعمل له مسحه بمحرمه ناشفه طبعا اكيد. طبعا هيك صار له بحدود ال 40 دقيقه تقريبا. هلا هون ما بننسى انه نضيف البذرات تبعاتهم اذا كانوا حلوين، هذول كمان طعمتهم كثير طيبه، بننزلهم فوقهم وبننتبه اكيد بس ما يكونوا مرين لانه بينزعوا الطبخه كلياتها. هلا هيك صار لها ساعه وربع مثل ما شايفين، صار القوام تبعها كثير ممتاز هيك عندي. ما بدي اياها تجمد كثير لانه هلا متى ما بردت بتسمك كثير، مشان اذا بدي بالمعلقه او كذا تنقام معي بسهوله، ما تكون قاسيه يعني تكون طريه. شايفين محلاها شيء رائع جدا. هيك طبختي صارت هلا جاهزه مثل ما شايفين ما شاء الله، شيء رائع جدا طلعوا والله. هلا حبلش ان شاء الله. عندي هدول المطربانات انا معقمين عندي وجاهزين، رح انزلهم دغري عبيهم سخنين مباشره، ما في اي مشكله. ها بسم الله شوي شوي. هي الشغله هي عملناها لانه ما عندنا الشمس نحن، فلذلك مضطرين انه نغليهم. اكلوا تقريبا ساعه وربع تمام طلعوا بهالشكل هذا. اما لو عندي شمس بامكاني انا اغليهم ربع ساعه وافردهم صينيه واحطهم بالشمس يومين او ثلاثه، بصيروا ما احلاهم وبيطلعوا اطيب طبعا. بس هلا لانه مضطرين عملنا هالحركه هي. هلا بعمل لهم مسحه طلعوا مطربانين ابدا على القد. نحن كل يوم مش طايبين على كل حال، نعمل لهم تسكيره تكون ماكله كثير، ودي اقلبهم هالقلبه هي مشان حتى الغطاء يتعقم معي. وهيك صاروا جاهزين وان شاء الله الف صحه وعوافي، وعن جد شيء رائع جدا يعني، والريحه كثير طيبه.